رأى رحيمي النور داخل بيت يتواجد في قلب مركب الرجاء، وفتح عينيه وهو صغير السن على النادي ونجومه الكبار، فاختار أن يتحول لحامل الكرات يقوم بجمعها خلال أوقات التدريب وخلال مباريات الفريق الأخضر. وقبل 5 سنوات صرف فتحي جمال المدير الرياضي السابق للرجاء على أن يوقع سفيان عقدا احترافيا مع الفريق. لم تكن تكلفة هذا العقد كبيرة كونه ابن النادي، وبدأ ب$25,000 كمكافأة سنوية، ثم تضاعفت بعد ظهور القوي خاصة مع الألقاب التي أحرزها رفقة فريق الرجاء الرياضي. بعد ذلك انتقل سفيان رحيمي إلى فريق العين الإماراتي بمبلغ مالي يقدر ب3 ملايير سنتي، وخاطف الدوري المغربي الأنظار بعد تألقه خلال الموسم الكروي الحالي بشكل لافت في مسابقة دوري أبطال آسيا، خاصة في مواجهتي النصر والهلال السعوديين، وبذلك تربع رحيمي على عرش هداف دوري أبطال آسيا بمجموع 11 هدفا. رجل الأسبوع في الكرة في العالم في الدوريات وفي البطولات الكبرى. رحيمي سفيان يحط كرة في سقف المرمى. أنت معلم يا رحيمي.